بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. جايين من عند الفراخ بتاعتنا النهارده اليوم ال 42. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انتوا شفتوا احنا ذبحنا وكانت الاوزان عامله ازاي والدنيا عامله ازاي والبدايل. هتقولي بدايل بس؟ لا مش هقولك بدايل بس، لا بدايل مع العلف. يعني انا بدايل مع العلف، بس هم بياكلوا في البدايل اكتر من العلف. ليه بقى؟ البدايل بتبقى سهله، بتبقاش حاميه. العلف بيبقى حامي، والدنيا طبعا بتبقى بالنهار حر وهو عايز ياكل حاجه. انت ممكن تحط العلف ده بقى مع العيش بالليل، لكن طول النهار حاجات بتحطيها مرطبه كده ترطب عليه. طبعا الحاجه اللي احنا بنحطها، طبعا الناس اللي متابعانا عارفه احنا بنحط ايه، والحاجه اللي بنربي عليها على طول، والحاجه اللي متوفره في السوق، والحاجه الرخيصه، والحاجه اللي بتوفر معانا، والحاجه اللي بتدينا طعم. يعني حاجات البدايل اللي احنا بنربي عليها بالامانه جميله. انا بربي عليها كل حاجه، بربي عليها بلدي، بربي عليها ابيض، بربي عليها بط. انا كنتش بربي عليها الابيض بس، انا من 4 سنين انا ربيت عليها الابيض، لكن من 30 سنه انا كنت بربي عليها الطيور كلها. فبسم الله ما شاء الله، يعني بتجيب معانا اوزان وبتجيب معانا طعم وبتجيب معانا، يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا شفتوا الموازين عامله ازاي والاوزان عامله ازاي، ودول اللي فاضلين، وان شاء الله برده فيهم احجام صغيره احنا سيبناها، ان شاء الله برده هتعدي زي اللي قبلها. بصوا بقى انا حاطه العلف قدامهم، يعني هنا اهو هنا ده علف اهو، ده صافي كمان، ده علف صافي. وهنا ده كان رز اهو، اهو ده رز بشعريه فايض مننا. زي ما انا بقول لكم انا بدي، ده كان قدامهم من بدري حط عليه النشاره اهو. انا بدي الحاجه اللي هي تديني طعم البلدي، انا عايز طعم البلدي. بس بقى هوريكم بقى النهارده انا طبعا بشرت لهم ايه اهي البطاطا. بصوا هقول لكم، بصوا هو، بصوا مجرد بصوا ما شافوها، شايفين جايين يجروا عليها الفرخه. طبعا بصوا انفرد ازاي، فاتح بقه مش قادر ياكل، عايز ياكل بس مش قادر ياكل، يعني جه عندها بس مش قادر ياكل. احنا بقى بنسهل عليه الموضوع ده، وبشرين له بقى ايه حبه بطاطا كده حلوين هنحطهم له اهو. بصوا بقى اهو، اهو شفتوا كانوا نايمين العلف قدامهم اهو. فطبعا هم نايمين، بصوا اهو جريوا على البطاطا، البطاطا بترطب. وفي نفس الوقت بدل ما تقعدي بقى الفرخ الابيض 5 6 ساعات او 4 ساعات او 3 ساعات او ساعتين شايله من قدامه العلف، علشان ان انتي الدنيا حر ومش هياكل، والعلف ممكن يجيب له احتباس حراري. فبتشيل العلف عشان طبعا ايه فتره الحر. لا اهو العلف محطوط اهو، محدش رايح له. يعني شايفين اهو العلافه هناك اهي فيها العلف صافي، وهنا شايفين البطاطا. بص كل جري ازاي، ده لسه بقى اللي هو هياخد باله بقى ويجي. يعني لو خدوا بالهم اهو، اهو بص الفرخه فاتحه بقها ازاي من الحر. فطبعا البطاطا بتبقى كلها ميه. انا كنت الاول بسلقها، بديها نص سلقه، بس النص سلقه دي كانت بتنزل بقى الميه اللي فيها، بتنزل من السوائل اللي فيها. فانت لما بتديها لهم كده طريه خضراء، عامله بصي زي مرطب، حاجه بترطب. وفي نفس الوقت الفرخ ما يقعدش جعان، يبقى عايز ياكل، زي الواحد اللي بيبقى عنده حموضه مش قادر ياكل، زي الواحد اللي حران مش قادر ياكل. لكن لو اديتي له بقى بطيخه، اديتي له خيارايه، اديتي له حاجه كده ترطب، فهياكلها. فنفس الفرخه الابيض، يعني بالامانه انا بصوا انا ربيته. الفرخ الابيض كسول وتلاقيه بيحرر بسرعه اهو. بصوا اهو جاي يجري من جوه، طبعا تحت السلم بيخشوا تحت السلم، واوقات بيخرجوا في الحته اللي هي هنا. مجرد ما بيشموا ريحه البطاطا او بيشوفوا البطاطا بيجوا يجروا عليها. العلف محطوط والبطاطا محطوطه. بصوا العلف ما فيش ولا واحده عليه، واحده بس اللي عليه ونايمه مش بتاكل. وهنا بصوا اهو هاجموا كلوا، بس ايه برضو ايه مش القوي، يعني مش الكلو قوي، بس برضو كلو. يعني ان انت بتحطي حاجه كده ايه ترطبي عليهم، ان انت تجذبيه بالاكل. طبعا شكل البطاطا كمان بتجذبه وطعمها حلو. فانت بتوفري للفرخه الابيض عشان تاخدي منه الاوزان زي ما انت شايفاها كده. لازم تعملي اللي احنا بنعمله ده. تنسيش بقى تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله، وتدعمنا باللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش. بسم الله ما شاء الله. يعني اهو حاولي بصي الفرخ الابيض اهو، بصي اهو حاولي تحيلي الفرخ الابيض اهو. بصي هي كانت قاعده مش عايزه تاكل اهو، حطيت لها حبه البتاع بتاكل. لو بقولك لو العلافه فيها الاكل وهزتيها بتبصي تلاقيهم يقعدوا اهم رجعوا تاني ياكلوا هم. والله فتربيه الابيض والله حلوه،
وبتديك اوزان. بس هو الفرخ غلي دلوقتي، ربنا طبعا يرحمنا، لان طبعا محدش بيستغنى عن الفرخ الابيض يا جماعه. الفرخ الابيض بيشيل اوزان في فتره قليله. الفرخ البلدي الانواع التانية بتشيل، يعني عشان تشيلك لحم زي الابيض ممكن تقعد لك 3 شهور، وفي بيقعد 3 شهور ما يشيلش زي الابيض. فالابيض بيبقى هو سريع، بيبقى تعملي منه طبعا. في عندي انا في البيت، عندي اولادي في بيحب الابيض جدا ما يحبش البلدي، فانت لازم تجيبي النوعين. بس طبعا مع الغلو ده بقى هنجيب على قدنا، واحنا كمان بنجيب على قدنا. احنا لو جبنا بنجيبهم 15 20 واحده، ما بنكترش. فبنجيب يعني حاجه تكفينا. مثلا ايه، انت ربيتي بالمره، بدل ما تجيبي 10 وتقعدي عليهم مثلا دوره وترجعي تجيبي تاني، بتنضفي للكل، بتاكلي للكل مره واحده. يعني بتبقى شغلانه، يعني تقعدي بقى عليها شهرين عبال ما، او شهر، وتروحي تريحي شهر وتروحي جايبه تاني شهر، ايه عشان قبل ما يخلص عندك من الفريزر. فانت كده، مع ان انا ايه ما بذبحش إيه يعني كله مره واحده، بذبح حبه حبه يعني. طالما انا الاكل متوفر وبقدر ان انا اجيب مثلا البطاطا دي بتوفر معايا، فانا خلاص البطاطا بتوفر. هتوفر على نص التكلفه، لان الفراخ دي لو اكلتها علف صافي تاكل 4 كيلو في اليوم. لان حتى هو لو منع الاكل بالنهار بيجي بعد كده بياكل. بس طبعا انت طبعا ما تخلوش يمنع، بدل ما اخليه يمنع الاكل. بصوا الفرخه نايمه وبتاكل وهي نايمه. الفرخ الابيض كسول، فانت بتعمل له عمليه جذب للاكل. تحركي العلافه. يعني في بعض المزارع ما يسيبوش الفراخ البيضه دي كده، بيقوموا كده يخشوا كده جواها يهشوها، يعملوها ان هي تتحرك، لان بتبقى مستسلمه للحر، مستسلمه لاي حاجه. فطبعا انت الفرخه الابيض زي ما شفتي الاوزان اللي انت شفتيها معايا ديت، وان شاء الله برضو الاوزان اللي فاضله فيها صغير وفيها كبير برضو. يعني في انا وزنت 200 2 كيلو و200، وكان في 2 كيلو. دول طبعا ايه يعني اتمنى ان هم يجيبوا الاوزان، بس هم حاسه ان هم فرز، يعني مش الفرز الاول. ما في فرز شركات، في فرز تاني اهالي. فالفراخ البيضه دي احجاء اوزان فرز. فمش يعني احنا كده دلوقتي بقى يحطوا لك الفرز مع يعني كتكوت غالي، وبيحط لك ده مع ده. فالحمد لله يعني حتى برضو 2 كيلو و200 مش كويس، مش كويس، حلو. ولو قعدت تاني جابت لي 2.5 برضو حلو. التانيين بقى هيجيبوا لي 3، وكان في 3.600 اللي ذبحته، كان في 3.200، كان في 3.300 برضو مش وحش، حلو. كان على 40 يوم، مش حلو برضو، مش وحش قصدي، حلو. فضل وعدل من ربنا ان انت برضو تاخدي الاوزان دي، لان في فراخ ناس انا كانت بتتصل بيا، الفراخ بتبقى شهر ومش جايبه كيلو الا ربع. فانتوا متخيلين. وكمان في ناس بتاكل علف صافي وما بيبقاش جايب الوزن ده. فالحمد لله يعني ان احنا بناكل بدايل، وان احنا البدايل جايبه معانا النتيجه دي. والتحويل ده فضل وعدل من ربنا، الحمد لله. ربنا يا رب يبارك لنا ويبارك لكم، وكل واحد يتشجع ويجيب. لو هتجيبي 5 فرخات هتربيهم. لو ما عندكيش مكان، على قد مكان، لو جبتي كرتونه كبيره وحطيتيهم قدام الشقه، يعني حط كده قدام الشقه، يعني كده اهو قدام الشقه تحت السلم اهو. هنا حاطه فرن الخبيز، وهنا حاطه عليهم دي البتاع اللي انا عاملاها وهم صغيرين بحطهم فيها. بس لما 20 يوم بنزلهم في الارض، عشان طبعا ما اقدرش اسيبهم في الارض على طول مباشره. انا ممكن اسيبهم بس حاجه تجيلهم، حاجه تاخدهم، يعني ممكن احطهم تحت السلم كده يبقى دفا برضو. بس لا، ممكن حاجه تجيلهم تاخدهم وهم صغيرين. ما بنزلهمش اقل 20 يوم. 20 يوم تضمن ان مفيش حاجه هتجيلهم، وهتربيهم ان شاء الله يبقوا زي الفل. بس طبعا بتحافظي عليهم في الاول. الناس اللي هي متابعانا، طبعا احنا جبنا الدوره دي من اولها، مرقمينها يوم بيوم، واللي احنا عملناه ايه، والتحصينات ايه، واللي اديناهم ايه، وكل حاجه واضحه على القناه. الناس طبعا الجديده اللي اول مره ممكن برضو ترجع للفيديوهات بتاعت الدوره، كلها موجوده. هتشوفها طبعا ان شاء الله، وهتشوف كل اللي احنا عملناه معاها، والتحصينات اللي اديناها لها. والتحصينات مش علاج، لا احنا ما بنديش علاج، احنا بندي ادويه. ما بنديش ادويه، قصدي بندي اعشاب. الادويه دي في الاستقبال بس، لان طبعا كل مكان بيبقى فيه جاي. ما تضمنيش الفرخ اللي موجود بيكون في المكان فيه ايه، سالمونيلا، في اي حاجه امراض. انت طبعا بتبقي وجايبه العلاج، هو بيديكي تحصينات، بيقولك تحصينات مش علاج، تحصين. بتحصني ضد اي مرض، ضد
سالمونيلا، ضد نيوكاسل، ضد اي حاجه. بالفرخ هو لسه صغير لو جاي من الام فيها مشكله، انت بتحصني فرخك في الاول، وبعد كده بقى بتبتدي بقى بالاعشاب. الادويه دي ما بتنزلش يا جماعه الا للضروره القصوى، لان طبعا لو حصلت مشكله معاكي وجامده بالنسبه للتنفس او بالنسبه للاسهالات، فانت لازم تنزلي البديل اللي هو العلاج، لان الاعشاب احنا بنديها كوقايه وممكن بتجيب معانا نتيجه. يعني انا لو في اسهالات بسيطه كده شفتها واستعملت الشيح والزعتر والليمون 3 ايام 8 ساعات او 12 ساعه، ربنا يقدر لنا ان شاء الله، وممكن ال... المرض يعني او الاسهالات تقل. لكن انت في اوقات ممكن ما تقلش لو لقيتيها زادت معاك. يعني انت لو جربتي بالزعتر والشيح والشاي والليمون، ولو حطيتي حبه كمون وحبه كزبره معاهم ممتاز، وان انت تعمليهم 3 4 ايام 8 ساعات او 12 ساعه، ان شاء الله تحصلي على نتيجه مبهره باذن الله، ومش هتلاقي اي مشكله. ولو برضو في اسهالات، الفلاجيل جميل جدا مطهر. الفلاجيل برضو مطهر، كنت بجيبه برضو جميل جدا. بس انا ايه، ما زي ما قلت انا ما بلجأش للادويه الا لو للضروره القصوى، يعني لما يكون حاجه مرض تقيل قوي او حاجه مش نافع مع الاعشاب، فانا بنزل العلاج. وبرده البرد، لو عندك برد برده بتستعملي ورق الريحان، بتستعملي ورق النعناع، بتستعملي ورق الجوافة، بتستعملي القرنفل، بتستعملي اليانسون. كل دي حاجات برده يا اما تعمليها سقوة وتحصني بيها كل كام يوم، سقوة تديها لهم، عشان طبعا حاجة كده بتمنع اي الامراض، يعني بتحصني. يعني في ناس اللي هي بتبقى منزله دورات كبيره بتعمل جرعه تحصينات زي الاكسيديا والكوليستيريديا. انا ما بنزلهاش علاج خالص، والله العظيم خالص. انا ما بجيبش جرعه الاكسيديا ولا الكوليستيريديا دي ابدا، ومفيش عندي الحمد لله. ليه بقى انا بحصن؟ بدل ما بدي تحصينات علاجات، لا انا بدي تحصينات اعشاب وبتجيب معانا نتيجه. ما استناش بقى، يعني انا على يوم الثامن الفراخ البيضاء دي ممكن انزلها بقى الشيح والزعتر والحاجات دي، بنزله لها ناشف كده على الخلط، يا اما تعمليه سقوه. بس انت شايفه بسم الله ما شاء الله، يعني الاوزان الله اكبر، يعني الاوزان بسم الله مبهره. وان شاء الله الدوره دي برده مع بعض احنا ذبحنا منها جزء، والجزء اللي فاضل ده هنذبحه مع بعض برده. وقبل كده قبلها هنوزن، يعني في ده حجم صغير اهو، ده غير ده وغير ده، الحجم هنا صغنن خالص اهو. فطبعا احنا سايبينه برضو، يعني ان شاء الله ربنا ييسرها ونلاقيه حاجه حلوه ان شاء الله، عشان احنا مش مستعجلين. انا زي ما قلت لكم ان الفرخ بيحول، في فراخ بتحول بعد ال 35 يوم، الفرخ بيحول بعد ال 40 يوم. يعني انا مثلا اخد الكبير واسيب الصغير، هيحول معايا بالبدايل وخلاص. على كده هاخد طعم حلو، وهاخد برضو الفرخه بتبقى مكبسه ما فيهاش ميه، تبقى لحمه صافي. يعني انت لما بتربي على البدايل برضو بتلاقي لحمه صافي، ما بتلاقيش اللحمه زي الميه كده مرهرطه طريه، لا بتلاقيها اللحمه كبسه كده. حتى لما بتعملي البانيه برضو بتلاقي حاجه حلوه، وتلاقي بقى الصدر مليان. فاتمنى يعني كل واحد برضو براحته، اللي عايز يذبح على شهر هيذبح، بس هيبقى خسر الايام الاخرانيه اللي فيها التحويل الجامد. فكده انت بتخسري التحويل اللي هتاخديه في ال 30 يوم، ممكن في 5 ايام هتاخديهم اضعافهم. يعني ممكن ال 5 ايام ده ممكن يجيب لك الفرخه 200 جرام في اليوم، ممكن يجيب لك كيلو. فانت استعجال ما لو انت مثلا دوره مثلا وعايزه تطلعيها للبيع والاوزان هي دي اللي الناس عايزاها، هتضطر ان انت تطلعي. لكن لو بتربي لبيتك، لا يفضل انت مثلا ما تذبحي كيلو ونص 2 كيلو على 30 يوم، 2 كيلو وربع، 2 كيلو ونص، لا خليه بقى يا ستي 35، خليه 40. ممكن تاخدي 3 كيلو ونص، ممكن تاخدي 4 كيلو، والله العظيم. يعني حسب الفرخ برضو، الفرخ اللي هو بيبقى فرز حلو بيديكي. انا كنت الدوره اللي قبل دي كنت عامله 4 كيلو ونص، قعدتهم برضو بسم الله ما شاء الله. بس فانا ما بحبش انا اذبح صغير، وعشان برضو اخد حته اللحمه تبقى حلوه معايا، وبتبقى يعني غير بقى ما تكون يعني الناس اللي بتربي يا ريت بقى اللي ذبحت على 30 يوم تخليهم بقى 35 او 40، وتشوف الطعم ده من الطعم ده ان شاء الله. كده ايه هيبقى الطعم هيعجبكم ان شاء الله. واقول لكم حبايبي الغاليين، يا رب اكون افدتكم لو بمعلومه صغيره، يكون الفيديو ده نال عجبكم. واقول لكم اشوفكم على خير، واتمنى لكم السعاده والخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.